يلا بينا في اول بارت تقييماتي للبرودكت. انا هبتدي بالبرودكت الالمانيه واللي جربتها واللي عجبتني وهتكلم عنها بكل وضوح. اولا غرني، انا كنت جايبه الشامبو بتاعهم وكنت جايبه كمان الهير ماسك، بس للاسف هو خلص مني. انا بحبهم جدا، هكررهم تاني اكيد وهديهم 10 من 10 بجد. لاني اولا هما من الحاجات الحلوه انه خالي من السيليكون والسلفات والبارابين والحاجات اللي بتأذي الشعر. هو معمول للوكن اوريدي للناس اللي شعرها كيرلي، فدي حاجه بتريحني انا نفسيا من جوه. تاني منتجات معانا هي بالي كيرلز الاتنين، ده الليفان بتاعهم ودون الفوم بتاعهم. هجربهم تاني لاني هم بصراحه حلوين، يعني انا اوريدي حتى حمام الليف ان سوري خلصت منه. كمان الفوم بجد هايلين جدا جدا، حلوين مع الجو هنا بالذات ان الجو بيهيش لي شعري طول الوقت. يعني انا عندي معاناه مع الموضوع ده. تالت حاجة معانا هو تغاوم لوكن بتاع بالية. بصراحة هو كان حلو جدا في الأول ما استخدمته، لكن مع الوقت بقيت حاسة ان الافكت بتاعه ضعيف جدا على شعري. وكمان شعري بدأ يهيش اكتر واكتر، يعني حسيت انه لا مش هكرره تاني واديله بالكتير قوي يعني 5 من 10. اخر برودكت معانا وهو اللوكينج كرانش جل من بالية برضو. عايزه اقول انه حلو جدا جدا، الهولد بتاعه حلو، وكمان هو برضو خالي من السيليكون والسلفات والبارابين، وعشان كده هو بالنسبه لي حلو. اديله كمان 10 من 10 وهكرره مره تانية. باي.